حيرة كل يوم، هعمل ده لا مش عايزين، هعمل ده مش عايزين، هعمل ده مش عايزين. وانا ولادي كل يوم بالطريقة دي، كل يوم اما اخترع لهم اكل واجي اعملهم يقول لك لا احنا ما بنحبوش، احنا مش عارفه ايه، احنا كذا احنا كذا، تلات ارباع الاكل ما بياكلوهم. رحت مطلعه بقى صدر فرخه من التلاجة، قطعته مكعبات زي ما انتوا شايفينه كده، وقلت اشوحه مع حبه فلفل وحبه بصل وشويه توابل وهتبقى احلى اكل. معايا هنا حطيت الزبده، نزلت عليها بالفراخ، هسيبها تنزل ميتها تمام. وبعد كده هروح مقلباها زي ما انتوا شايفين. وهحط بقى نص معلقه توابل فراخ، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهار مشكل، وحبه كزبره. هاخد ده كله ده بقى تشويحه. انا ولادي من النوع اللي فعلا حرفيا عيلات الاكل والله العظيم ما بياكلوهوش، لا ياكلوا محشي ولا ياكلوا قرنبيط، يعني حاجات كتيره قوي ما بياكلوها. فما بحبش اعمل حاجه هم مش حابينها، لان انا لو عملتها يا اما بتقعد في قرابيزه انا يا اما بكبها. فانا ما برضوش اعمل لهم اكل غصب عنهم. فدي لقيت بقى دي اسلم حل، ان انا اجيب قطعه فراخ واشوحها. وكمان ولادي من النوع اللي هم جسمهم نحيف، يعني عايزين تغذيه شويه. اعملي لهم لحمه في بصل، اعملي لهم كبده في بصل، اعملي لهم حواوشي. الحاجات بتاع الشارع دي هي دي اللي عندنا، هي الاساسيه. هم عايزين يعيشوا على كده. كده بقى البصله كانت دبلت، انا خدتهم في جنب كده شويه، دبلت معايا وابتدي بقى رحت مقلبه كله ببعضيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنزل بقى هنتي بمستردة، احط حبه منها مش كتير يعني. وهحط صويا صوص، عندي فراخ يعني صويا، بصراحه بتنقل الطعم في حته تانية وبتبقى جميله قوي. هقلب بقى كله ده ياخد تشويحه مع بعضيه. والفلفل برضو هاخده على جنب كده يدبل حاجه بسيطه. وبعد كده هروح مقلباه كله تمام مع بعضيه. ممكن تغمزيه بعيش، ممكن تعملي جنبيه حبه مكرونه، اللي انت حباه يعني. شايفين؟ وده كانت النهايه بتاعته. شايفين شكله شهي وعامل ازاي؟ اتمنى يا رب ان يكون فيديو النهارده عجبكم. متنسونوش باللايك والشير، واللي مشتركش في القناه يشترك طبعا فضلا منكم وليس امرا. متنساش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.